عادل من فضلك، احنا خلاص دماغناتنا عملت مفرقعاتات وعملت حاجات قنبلتات من الست اللي فوق دي، عامله لنا ديسكوهات. من فضلك يا عادل شوف بقى هتعمل فيها ايه، يا اما بجد هنسيب لك البيت وهنمشي خالص. سيبوا البيت وتمشي؟ السكنه الجديده دي ما جاتش قبل كده ليه؟ حاجه يا بيه؟ بقول هشوف حل طبعا ان شاء الله. يا دماغي على اخر الزمن تسكن فينا واحده زي دي. يا سلام يعني يا ماما، يعني لو كانت سكنت تحتينا ما كانش حصل مشكله. يا عادل دماغنا هتطرشق من كتر الضوضاء. بقول لك ايه، اعمل حسابك اجتماع مجلس اداره العماره هيتعمل عندنا الشهر ده. ركز كده وروق دماغك عشان كل سكان العماره متوقعين ان انت اللي هتتكلم بلسانهم. اتكلم بلسانهم ليه؟ هم مش عندهم لسانه ليه يا اخوانا؟ اتلخبطونا ليه؟ هلو هاي. هلو هاي، اهلا وسهلا. ميزي شقة مدام شاهي مدربة الايروبكس. وانتوا عايزين شقه مدام شاهي عشان ايه؟ انتوا عايزين تتخانوا ولا تخسوا؟ انا رايحة علشان اخس. واخداها معاكي ايه يعني؟ قدوه؟ الحقيقة مدام شاهي عندها حل لكل حاجة. انت بترغي عندك بتقول ايه يا عادل؟ لا مفيش يا ماما. صباح الخير يا سعاده. صباح النور، الشقه اللي فوق. اتفضلي. ايه المناظر دي اللي طالعه نازله؟ ايه يا استاذ عادل بس؟ الله بقى العماره اللي ما كانش بيسمع حد فيها حس تبقى بالمنظر ده. عاجبك كده يا استاذ عادل؟ اتفضلي بس. الله العماره بقت مدرسه العاب يا جماعه، انا دماغي هتطق مني. معاكي حق يا ام ميرفت والله يا عادل، لو سمحت لازم تعمل حاجه في الموضوع ده. ما تقلقوش، انا هتصرف وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه. باختصار كده يا استاذ عادل، تحب يا حبيبي ان احنا نقعد كده على الحيطه ونسمع الزيطه؟ وانتي بس ايه اللي قعدك على الحيطه يا ام ميرفت؟ انا اعرف اللي بيقعد على الحيطه مثلا بورس، صرصار، فار بتاع، لكن احنا هنقعد على الحيطان ليه؟ انتوا طابخين ايه؟ ليه وانت مراتك ما طبختلكش النهارده؟ اصل الاستاذ عفيفي معودنا كان بياكلنا لما نعمل اجتماع عنده. بياكلكوا ايه يا عم؟ وانت ينفع حد ياكلك؟ هو موت وخراب ديار. يو احنا دلوقتي في الست سكنانه الكومبلونشيه اللي فوق دي بتاعت الايروبكس، وزباينها اللي طالعين نازلين وقالقين راحتنا يا عادل. كويس قوي يا ماما ان انت فتحت الموضوع ده. يا جماعه طبعا انتوا عارفيني ومتربي معاكم والعماره دي بتاعتنا يعني من زمان، لكن كمان عارفين بقى مواقف البطوليه في المواقف دي. الله يخليك يا استاذ عادل، لو يا اخويا مش عشان خاطرنا، عشان خاطر بناتنا يا ستي. ومن غير بناتك ولا حاجه يعني، ده وضع طبيعي. العماره طول عمرها عايشه في امان، هتيجي الست اللي سكنت فوقينا دي تقلب لنا العماره؟ انا مرضاش بكده ابدا. طب والطلبه اللي بيذاكروا والناس الكبار؟ خضار؟ انتوا هتاكلونا خضار؟ يا استاذ عادل لا مؤاخذه كده، انت ولي امرنا. لو كان ولي امرنا كان عمل لنا اكل. يا راجل وانت كده دايما همك على بطنك. ما تقول لنا يا عادل هتعمل ايه؟ يا جماعه انا مش عايزكم تقلقوا خالص. طول ما انا رئيس اتحاد سكان العماره ما تقلقوش، الست الساكنه الجديده دي هتمشي والعماره هترجع زي الاول. دي اسمها نفرتيتي اللي حكمت مصر بعد العثمانيين. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا يا فندم. واضح ان البضاعه اللي عندكم حلوه قوي. حضرتك احنا البضاعه اللي عندنا في البازار بتجيلنا مخصوص من الصين، والصين طبعا عارفه حضرتك الدوله مصدره جامد دلوقتي. غريبه، مع ان الناس اللي قالوا لي عليكم قالوا لي ان انتوا بضاعتكم سكه جدا. سكه جدا؟ لا حضرتك اتاكدي بالبضاعه بنفسك يعني. بس الكلام اللي سمعته بصراحه يخليني اخاف اشتري من عندكم بقى اي حاجه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. انت تعمل لي فيها مثقف؟ انت مالك؟ انت فاهم؟ انا مش فاهم. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. ملهمش حق فعلا اللي قالوا عليكم كده. عموما انا كان لازم اجي بنفسي واتاكد قبل ما اخد رايي واحكم على حاجه ما اعرفهاش. طبعا يا هانم برافو عليك، عارفه انا لازم بتاكد بنفسي من اي حاجه قبل ما احكم عليها، ده وضع طبيعي يعني. امال يعني يا استاذ عادل عايزين ليه تمشوني من العماره بتاعتكم من غير حتى ما تسمعوني؟ هو حضرتك جارتنا في العماره؟ احب اعرفك بنفسي، مدام شاهي مدربه الايروبكس والساكنه الجديده اللي شقتها فوق شقتكم. لا طبعا لا يمكن. انت اتجننت يا عادل؟ اوفر ماي ديد بودي. مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا. ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقوله برضو واحده ست تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معاها وتسمعوها. يا حنين، وحضرتك بقى قعدت معاها؟ الجرس بيضرب، ما حدش يفتح ولا ايه؟ ما تفتحي يا ياسمين.
دولة حبيبي. ازيك يا ام رمزي؟ ازيك يا ياسمينة؟ خد القصة بتاعتك اللي بتحبيها. مش هي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ صندوق الحاجة الساعة اللي انتوا قلتوا لي عليه علشان الاجتماع جه اهو. Put it in the kitchen. حاضر. ما انت وحشه يا استاذ عادل، شفتها فين؟ شفتها ايه؟ ما شفتهاش طبعا خالص. دولة جارتك الجديدة اللي جات لك البازار شفتها وانا طالع لك على السلم يعني، وبعتلك الف سلام يا دولة. وبعدين يا عم ابسط يا دولة، يعني محدش قدك يا دولة. دولة ابسط يا دولة يا اللي ما شفتش جارتك قبل كده. ما شفتهاش؟ انت بتصدقي واحد غبي زي ده يعني هشوفها فين؟ ولا جبت العيش الفينو؟ يالا العيش الفينو اللي قلت لك هنعمله سندوتشات عشان الاجتماعات. لا يا دولة ما جبتش. انت بتغمز لي ليه يا دولة؟ انا غمزت لك. اجري يلا روح اتكل على الله، روح هات العيش الفينو يلا وتعالى بسرعه. او ما تجيش يلا. حاضر يا دولة. استنى يا رمزي، استنى يا زفت. الست دي كانت لكم في البازار كانت عايزه ايه؟ اقول يا دولة ولا ايه يا عم؟ تقولي ايه؟ انت شفت حاجه؟ هو بصراحة يا جماعة انا ما شفتش. اهو الحمد لله شفتوا. مش قلت لكم؟ لان دولة بعتنا اجيب لها حاجة ساقعة من اخر الشارع، مش من القهوة اللي جنب البازار يعني زي كل مرة. ايه وهتصفروا وهتعملوا يا جماعه؟ المساله بسيطه خالص. القهوه اللي جنب البازار صراحه يعني الولد اللي هناك ايده مش نظيفه، وازايز الحاجه الساقعه زي ما انتوا عارفين يعني غطيان الكازوزه لو واحد ايده مش نظيفه بتبقى مش نظيفه يعني. وكمان وزعته طبعا علشان يحللوا الجو. وانا اقول بتدافع عنها ليه؟ بتدافع عنها ليه؟ ايه في ايه يا جماعه صراحه انا بدافع عنها لانها مسكينه قوي. عادل لو سمحت عايزه اتكلم معاك، من فضلك اسمعني. مش هينفع اسمعك عشان انا نايم. عادل ارجوك يا عادل، لو مش هتسمعني عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين. وياسمين ايه دخلها بالموضوع ده يعني؟ انا بكلم عن ياسمين علشان هي ضحيه. حد بلغ فيها؟ بلغ فيها ايه؟ هي مجرمه عشان يبلغوا فيها. انا بتكلم عن الشروخ اللي ممكن تحصل في نفسيتها في المستقبل. الشروخ لا سهله، الشروخ مقدور عليها شويه جبس واسمنت ونليطها يعني. يا عادل انا ما بهزرش. نليط ايه يا عادل؟ انا بتكلم عن القدوه الحسنه. قصدك ايه؟ قصدك ان انا مش قدوه بالنسبه لياسمين؟ لا طبعا يا بيبي مش قصدي، انت قدوه طول ما انت قدامها، لكن لو حضرتك بقى مش موجود وبنتك شايفه الست بتاعت الايروبكس طالعه نازله طول اليوم على السلم. وليه طالعه نازله على السلم والاسانسير عطلان؟ يا عادل انا ما بهزرش يا عادل. بنتك لو شافت الست دي هتقعد تقلدها. هي ياسمين عندها موهبه التقليد؟ لا ده انت فظيع يا عادل، فظيع. انا عارفه ان انا مش هوصل معاك لحل، بس عشان تبقى فاهم انا وسكان العماره كلهم مش هنسكت. هتعملوا ايه يعني؟ هتشوف يا عادل، هتشوف. يا جماعة أنا جامعكم النهاردة طبعا عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانيين. طب الناس التانيين هم المشكلة؟ ايه ناس التانيين عمرهم ما يبقوا المشكلة. المشكلة في ان احنا نتأقلم مع الضغوط اللي حوالينا. يا عادل يا ابني، ونستنى ليه لغايه ما ضغطنا يعلى؟ لا يا ماما مش الضغوط يعني الضغط ويعلى ويوطى، لا الضغوط اللي هي المؤثرات الخارجية الجميلة الحلوة يعني. يا استاذ عادل كلمنا امال عربي عشان خاطر نفهم يا اخويا. وانا بتكلم انجليزي يا ام ميرفت. انا بقول بمنتهى البساطه يعني يا اخوانا ان الساكنه الجديده دي جارتنا الجديده الجميله العزيزه يعني لازم نرحب بيها بدل ما نتضايق منها يعني. ازاي بقى ما نتضايقش بيها وهي ضيفه تقيله ومش طايقينها خالص هنا خالص؟ ماشي يعني انت عارفه ان الضيفه ممكن تبقى تقيله على الناس اللي قاعده عندهم يا حماتي. ايه ده؟ الحيران يا جوزك بيشتمنا وانت بتضحك عليا انت كمان. والله يا اخوانا انا شايف ان احنا مش عايزين نخرج من الموضوع الاساسي وخلونا في موضوعنا. بص بقى يا استاذ عادل، هتقولي لي صح، هتقولي ما يصحش، احنا ما نقبلش على كرامتنا ان واحده زي دي تقعد وسط حريمنا. والله بقى اذا كان وجودي هو اللي هيجرح كرامتك فمعلش بقى سوري، يبقى العيب في كرامتك. وانت ايه راي عيلتك في الموضوع ده يا استاذ عادل؟
والله يا استاذ حلاوه انا عيلتي ملهاش راي، ما دام بتكلم في السياسه ما حدش بيتدخل. ايه اللي عيلتي ملهاش راي ده؟ طبعا احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. اهل بيتك مش موافقين، عايزنا احنا يا اغراب نوافق. ايه يا عم ضحكة الكفار اللي انت بتضحكها دي؟ وبعدين يعني انا جايب لكم اكل وعمال اجيب لكم في حاجات ساقعه وفي النهايه تقولوا مش موافقين. طب خلاص الاجتماع خلص وانا هفض الاجتماع. يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. بترككم. يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. يلا مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. تاني مع السلامه. استاذه شاهي يعني ان شاء الله كل حاجه ليها حل. اوكي، ميرسي خالص يا استاذ عادل. لا لا باي. مع الف سلامه. باي باي. بس عيب عيب عيب، احرجتوني جدا مع الست واحرجتوني مع النقل. علمكم بقى انا اخر مره اعمل اجتماع للعماره دي هنا اهو، يعني فعلا مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. انت يا زفت يا رمزي، قوم سيب اللي في ايدك دي. يا رانيا تعال. ايه؟ عارف دي ايه؟ دي ربع جنيه؟ دي 5 جنيه يا زفت. 5 جنيه؟ ايوه، ال5 دي هتبقى بتاعتك لو عملت لي اللي قلت لك عليه. بتاعتي انا؟ انا تحت امرك يا ست الكل. الست اللي كانت قاعده هنا لو راحت لعادل البازار تكلمني وتقولي اوكي؟ حاضر، بس انهي ست فيهم؟ الست الجاره الجديده يا زفت. ماشي. لا انا هفتن على ابن عمي دول. لا طبعا. هتفتن يا رمزي. حاضر يا ست الكل. هو انا يعني هفتن على حد غريب؟ انا مش عارفه يا استاذ عادل، انت متضايق مني قوي للدرجه دي؟ لا انا متضايق منك ايه يعني؟ انا متضايق من نفسي صراحه لاني مش قادر اعمل لك اي حاجه. دول يا حبيبي لو سمحت كنت عايز الموبايل بتاعك اعمل بيه مكالمه مهمه جدا. الموبايل بتاعي عايزه ليه يعني؟ انت بتكلم. خد غور. شكرا. اهلا. انا مش عارفه بس هما ليه واخدين مني الموقف ده؟ هو انا وحشه قوي كده؟ يا نهار ابيض، انت وحشه؟ امال الجزمه اللي خد الموبايل بتاعي ده من شويه يبقى ايه يعني؟ يبقى اكيد خايفين مني. هما صراحه يعني انا اسف يعني مش خايفين، هما يعني مش طايقينك اصلا. طب بص، انا ممكن اتكلم معاهم واخليهم يغيروا رايهم زي ما خليتك تغير رايك بالظبط. يغيروا رايهم ايه؟ انت مش عارفاهم، انا عايش معاهم وعارفهم. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل معاهم ايه. عشان تعرف. ايوه ثانيه واحده. هلو. اهلا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا. انا كنت جاي النهارده يا جماعه عشان اتكلم معاكم شويه، ممكن تسمعوني؟ طبعا ممكن نسمعك، ده انت جارتنا يعني، والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره. وكمان ليك يا عين تيجي لحد هنا في بيتي؟ عيب يا رانيا عيب، دي برضو ضيفتنا وفي بيتنا. لا يا انتي، انا بس اللي اقول هنا مين ضيفتنا ومين في بيتنا حضرتك، لان ده بيتي حضرتك. بيتي حضرتك؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ يا بنتي انت مالك، انا ما اقصدكيش انت يا سناء. بحسب بيتك شقيل اخغاسه خالص. معلش يا رانيا، عشان خاطراني انا نديها فرصتس علشان تتحدث. فرصة ايه يا مامي؟ ما كفايه الاستاذ عادل مديها طول النهار فرصه انها تتكلم. انا لا ابدا، انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص. يعني ايه؟ يعني رمزي بيكذب؟ مثلا رمزي بيكذب؟ تتجسسي عليا؟ ماشي يا رانيا ماشي. لا يا عادل، لا اوعى مش بتجسس عليك يا عادل، بس كل حكايه انا خايفه حد يخطفك مني. يا مدام رانيا، انا ما جيتش العماره هنا عشان اخطف حد من مراته. اطمنت الحمد لله، عشان تعرفي بس ان انت ظلماني. تعالى لي بقى جاسوس، تعالى. ايه ده يا ابي؟ انت هتسيبنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكله دي؟ المشكله دي ما فيش اي مشكله ولا حاجه، وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي ميعاد مع الرجاله بتوع العماره كلها عشان نفس المشكله. خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم. يا سلام، حضرتك متفق معاها ولا ايه؟ امال ما قلتليش على الاتفاق ده ليه يا زفت؟ ما يمكن اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجه الساقعه. اي اذيه. يلا يا جاسوس، عامل لي فيها شارل سمحون. اتكل على الله. يلا يا اسرائيلي.
انا مش فاهمه يا مدام رانيا، انت ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا 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 الا الثقه في النفس. انا اتميز بثقتي في نفسي والتضخم. بصراحه بقى احنا اللي مش واثقين فيكي اساسا ومش واثقين اساسا في شغلك ده اللي انت فاتحاه. بصي يا حبيبتي، لو واحده عندكم في العماره فتحت صاله رقص، مامتك مش هتقلق عليكي؟ اولا يا طنط دي مش صاله رقص، دي صاله ايروبكس وتجميل وللستات بس كمان. وثانيا بقى انا مامتي متوفيه من فتره. يا حرام يا حين، اتفضلي ارتاحي، اشربي تاكلي. دي مامتي انا. كام كده يا مالك يا دوله؟ ماليش كام كده كده 1500 يا دوله. 1500 فاضل لك كام؟ فاضل لي 500 يا معلم. يخرب بيتك، انت فرحان ان انا بضربك؟ ده انا تعبت يالا. ال 500 دول بعدين. يلا غور من وشي، غور من وشي. ماشي يا دوله، حاضر. يلا اتكل على الله، اتكل على الله وعلى الله. على الله تتجسس بعد كده يا جاسوس. انت عارف التهمه بتاعتك دي في اي حته في العالم ماشي كانوا ممكن يدوك اعدام. عندنا في البازار خليتهم 2000 ضربه بس. معلش يا دوله والله العظيم سامحني، انا مش هتجسس تاني يا دوله، سامحني يا دوله والنبي. خلاص غور من وشي يلا. ماشي يا دوله، شكرا. دوله قال يعني ايه تجسس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ولا رمزي؟ نعم. روح هات حاجه ساعه بسرعه يلا. مش مهم الحاجه الساعه. احنا جايين على غدا خلاص هات فرع الشجر عشان الاستاذ نقار الخشب ده. وعشان جوزك يفضل يحبك كده على طول لازم على طول تبقي مهتميه بنفسك. ايوه بس ما هو بعض الاحيان يعني بيبقى في رجاله عينيها زايغه. اي نعم. طول ما انت مهتميه بنفسك مش هيقدر يفكر في اي واحده تانية وهيفضل يحبك انت بس على طول. طب لو واحده يعني في ظروفي انا يعني عزبتها لا مخطوبه ولا متجوزه ولا بتحب، ازاي تلاقي راجل يعني يحبها ويتجوزها ويخطبها ويموت في دبادبها يعني؟ بصي يا انسه سناء، مدام ليها تجربه سابقه. سوري، بصي يا مدام سناء، حضرتك لازم تحبي نفسك الاول. دي بتقولي لمين تحب نفسها؟ دي بتحب نفسها، دي على طول حابه نفسها. اسكتي يا مدينه، اسكتي. خلاص حقوا عليا انا، خلاص ولا شطب ولا بغير شطب، خلاص. الا قولي لي يا حبيبتي يا قمر انت يا منوره، الا ممكن جوزي انا يعني يعرف واحده تانية عليا وانا زي القمر واخده بالي من نفسي كده؟ والنبي يا اختي انا لو جوزي اتجوز عليا ده انا اذبحه واشفيه. امال انا بقى اعمل ايه في نسيبتي السودا؟ جوزي حلاوه اللي ينضرب ما عادش طيب يبص في خلقتي. وانا والنبي يا اختي. طب قولي لي بقى يا شاي يا حبيبتي، انا ممكن كده اقدر اظبط جسمي في حوالي كام شهر؟ هل في نوع معين من المكياج يبين ان الواحده ارفع سنه؟ ايه رانيا الستوبid كويستشنز دي؟ مش معقول. بصي بقى حبيبتي، يعني دلوقتي انا لما اروح شرم كده عشان اخد بنسولاي كده واقعد على البحر كده واخد تان، اي نوع كريم احطه علشان ما يعملش تقشيرات كده؟ انت باين عليكي بنت حلال، عندك حاجه للروماتيزم. والنبي انت بنت حلال يا حبيبه قلبي. كنت عايزه تقولي حاجه يا اختي؟ اقول لك انا عايزه اسالك بقى سؤال، هو الدكان بتاعك ده اللي انت يعني احنا بنبقى فيه زي محل كده الحلاقه ده اللي موقفه برضه؟ دوله لو سمحت كنت نو وشك في الحيط، وشك في الحيط. يلا ايدك فوق. رجلك، ارفع رجلك. ايوه رجل واحده كده. دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي طبعا زي الاخوات، يعني الجار اقرب لجاره من اي حد من قرايبه. عشان كده انا عايز اسالكم سؤال واضح ومحدد، هل فعلا كلكم بتخافوا من مراتاتكم؟ ايه اي زيطه جاي فيها؟ انت متجوز؟ لا. يا سلام، لا انت لسه بتكتشف. امال ايه؟ دي بطل شغل الجواسيس، وشك في الحيط. ها يلا رجلك. نو
بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنسيب الفرش ونمسك الروج. يا بنتي قلم الروج ده بتاعي. ايه ده بتاعك؟ ايه ما هي قالت لك ان اللون ده ما بيليش عليكي. سيبي ده بتاعي انا احسن. يا لهوي، دي تبقى حوسه بعد كل اللي انا بعمله في نفسي ده، وكمان ممكن ما عجبوش. على فكره بقى انا مره قصيت شعري على فكره وما خدش باله خالص، وابوه ما كانش بياخد باله مني ابدا. على فكره يا جماعه، هما ممكن ما ياخدوش بالهم لو غيرتوا في شكلكم، لكن اكيد هياخدوا بالهم لو غيرتوا في طبعكم. ايوه بس برضه يعني ست شوشو، يعني كلامك زي السكر، بس بقى يعني لا مؤاخذه ما تاخذنيش ان الواحده مننا من شغل البيت وقعده البيت وحبسته بتبقى مخنوقه، مش طايقه نفسها، مش طايقه هدومها. ايوه يا اختي، امال ايه؟ بس بلدجنات كلكم. دي بقى الميزه بتاعت الايروبكس، بتخليكم على طول عندكم منشطات، صح؟ جود جيرل، والايروبكس موجود. الحقوا جم طب خافوا شيلوا ما تنسوش اهم حاجه هتعملوهم ازاي. ها شيلي اوديها فين؟ اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله كويس قوي ان العماره كلها متجمعه النهارده، دي فرصه كويسه قوي ان احنا يعني ناخد الاراء على وجود الاستاذه شاهي معانا هنا في العماره، ونبدا بالرجاله. ها اشمعنى الرجاله؟ ما نبدا بالستات. ده اي حلاوه، هو انت كده دايما على طول مناكف؟ الطبع قصدي يعني اللي تشوفه يا سي حلاوه. واضح ان النهارده في تغيير جامد. ايه يا رانيا، ايه الحلاوه دي؟ شكلك متغير النهارده. ميرسي يا عادل يا حبيبي، انت وحشني قوي 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 يا عادل. وانت كمان يا معلم وحشتني قوي. ما تشوفوش وحش يا غزالي، هو في ايه؟ كل ده من الميركل بتاع شاهي. طيب يا جماعة، يعني أنا مبسوط صراحة بالنتيجة دي، ومبسوط إن يعني ما شاء الله العمارة كلها متجمعة مع الأستاذة شاهي، ودي فرصة هايلة عشان ناخد التصويت. يا خبر اسود، هنصوت على مين يا اخويا؟ يا ماما التصويت غير السويت. المهم دلوقتي إحنا متفقين إن إحنا هنبتدي ناخد الآراء. عايز أعرف مين فيكم موافق على وجود الأستاذة شاهي معانا هنا في العمارة؟ بإذن الله. واحنا كمان مش هنسيبك، انا من وقت للتاني كده هعدي اشقر عليك عشان نتابع شغل عندك اول باول. خلاص متفقين، بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع هديك فلوسها ان شاء الله. اوكي، سلام. مع الف سلام، مع الف سلام. انت يا زفت، ايه اللي اخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجه الساعه، ايه اللي اخرك؟ ايه يا دوله، مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك؟ ده كشت في وشنا. 4 ساعات يا دوله، الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. يخرب بيتك. ايه الرحراحه اللي انت فيها دي يا بيبي؟ هو انت النهارده ايه، مش نازل البازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى. انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك؟ دي اخر تربيتي فيك. لا يا ماما، مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك، لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهره بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونيه. انا بعون الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، محدش هيطرطش بره. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شويه في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فاهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير. يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي. اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول
هياخد ستارة حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستاره دي لسه ما جاتش، دي في الطلبيه اللي جايه ان شاء الله. بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجه. انا حاسس ان انا النهارده حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعه كلها اتشطبت. السلام عليكم. قوم يلا يا رمزي، تقعد على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دوله. ايه يا عم اللي اخرك كده يا دوله؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده هو مع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دوله مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بننش يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح. كده الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يالا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دوله، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده اهو. دوله قال لي يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه؟ يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها، فانا باجي اقول لك ايه هو شال ايه؟ فانت تقول لي مثلا شال تماثيل، شال ورق برد كده يعني. ايوه دوله صح. اكلم بقى المعلم مسطوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك يا رأيك؟ رمزي. والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد يعني بجد. ايه ده؟ هو في التليفون؟ ايه ده؟ في ايه؟ ولا رمزي؟ يا دوله انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون؟ رمزي ايه؟ البازار اتسرق يا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحه بتاعته. عارف يا رمزي؟ اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح؟ صح يا دوله. مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ 3 4 بعد انفاسي يا دوله. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دوله. طب ما ما هو يا دوله نضفوا البازار من البضاعه يا دوله. ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعه دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده. عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا. عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعه دي. ايوه ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دوله دي زلت لساني يا عم وربنا يا دوله. انا ما اقصدش يا دوله. طب ما انا قبل كده قلت لك يعني ما نضف البازار من البضاعه. انا عمري نضفت البازار؟ لا اهو يا دوله. شفت بقى ان انا مش انا يا دوله. والله عيب عليك يا دوله. ده انا ابن عمك يا دوله وافديك برقبتي. تشك فيا يا دوله. لا زعلان. خلاص يا رمز، خلاص معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا بس رمز. شكيت بسرعه قوي يا رمزي. خلاص بقى ما تزعلش بقى. مش زعلان. خلاص بقى قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصه. امال ايه بس وكمان بقى دوله يعني انا بكلفتك ليل نهار يعني، والبضاعه ام 5 بقول لك عليها ب10 وبقوم ضارب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دوله بيبقى ب4 جنيه وبقول لك ان هو ارخص. يعني تيجي دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا. ما انا قلت لك خلاص بقى انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم. زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دوله. امال مين بس؟ مين دي بقى يا دوله اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولا بوليس؟ انت تستهبل. انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديده هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامده جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل. طب ايه المعلومات دي يا دوله؟ المعلومات دي بسيطة جدا. المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود. يعني لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى. مش ناقص غباوتك. لا بص، اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دوله ده معقول يعني؟ بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوة.
مش ناقصه غباوه خالص. ايوه ما بس ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتتربط هنا على ما اجي. انت لسه واقف؟ فك الحمار خلاص، فك الحمار. يا دوله اتاخرت ليه يا دوله بقى؟ اتاخرت يا ابني، بخلص بنجز يا ابني، عايزين ننجز لان انا لازم احل القضيه دي النهارده، ما عنديش وقت. جبت العده وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجه. الله عليك يا دوله، قضيه كبيره. الله. امال ايه يا ابني؟ قضيه كبيره ولازم احلها يا ابني، لان انا بص يا رمزي هضطر اسفا ان انا استعين بيك معايا عشان نحل القضيه دي. طب ما تستعين بظابط احسن يا دوله. استعين بظابط ايه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الظابط 4 سنين. انهم دول هم تدول؟ ال4 سنين بتوع كليه شرطه، بس انا بقى ايه؟ ممارسه يا معلم، انا ياما اتسرقت. بس انت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دوله. اهي المقاوحه بتاعتك دي هي اللي هتخليني اشك فيك تاني. انا اسف يا دوله، خلاص مش هتكلم. هنعمل ايه بقى؟ انا سخنت دلوقتي يا سيدي. ادي العده وادي العدسه. بص بقى يا معلم، ده الدقيق. عايزك تمسك الدقيق ده يالا وترشه على الارضيه بتاعت البازار، ها؟ عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله يالا. يا دوله صح، بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. هو انت هتقوح معايا هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يالا، لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان اللص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دوله هنا اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده وانا دوله. ده هيقع في شر اعماله، هيقع في شر اعماله. استنى يالا، استنى ايه؟ بس لقيت الحرامي. فين يا دوله؟ اهو ادي اهو رجل وادي رجل وادي رجل وادي رجل وادي جزمه وادي جزمه. ولا رمزي يا دوله انت بتلبس جزمه مقاس كام يالا؟ 40 يا دوله. 40؟ ياه فلتت مني. الحرامي بيلبس 41، فرق نمرتين بس عنك. بس مش اشكال، معلومه وعرفناها الحمد لله، معلومه وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله، انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شويه، لا ما تقوحنيش، اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي انا اسف. شيل الحاجه دي، هنخش على الخطه بقى على طول. ماشي يا دوله. ايه ده يا دوله؟ احنا هنعمل ايه؟ نعمل الخطه يالا. امال انت فاكر ايه؟ الخطه. وركز معايا في الخطه دي عشان لو الخطه دي باظت هضطر اعمل خطه تانية. ايوه يا دوله، طب ما تعمل الخطه التانية على طول. تصدق اول مره تقول حاجه صح يالا؟ والله صح يالا، برافو عليك. انا بتعلم منك برضه. سيبك من الخطه دي خالص. الخطه رقم 2. افهم بقى يا اخي افهم بقى، حرام عليك. ده انا متكلف ورق لغايه دلوقتي اكتر من اللي اتسرق مني في البازار. حرام عليك. معلش بقى معلش ايه بس وهباب ايه يعني؟ انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي نعمل خطه جديده. ماشي. الخطه 153. افهم، ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دوله، انا اسف بقى. ولا ما تقولش يا دوله يا غبي، احنا متنكرين، المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دوله بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطه 112 يلا، اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ يعني يا راضي يا مرضيش. لا انا راضي انت
قطع الخطه دي، قطع الخطه دي، بلاش دي. ركز معايا بقى يا رمزي. رمزي بجد انت بتعصبني. يعني انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه؟ قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي الخطه 154. يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يالا استحاله، يالا استحاله باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها، استحاله حد يعرفنا. يالا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده، لا سلام ولا كلام. شفت يا غبي؟ اديك اتفقست. التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا فتله، اصل احنا كنا مشغولين اليومين دولت يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح المحضر يلا. بقول لك ايه، مشاريبكم عندي. انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. خلاص. مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي، قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسيبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية دي. وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بترقب زي ضله. زي ضله، زي ظله. لغايه ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده. وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمزي الخيخه ده وقلد الاستاذ عادل. اكتب قلد الاستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمزي الخيخه ده. رجعها تاني ماشي. وبعدين قلت تراقبني انا بقى يا فتلة. ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني وقلت ابدا من مكان ما انت وقفت بس، وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العمليه. بازار ايه وعمليه ايه؟ ايه الافكار الخايبه دي؟ دي كانت فكره الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله يا دولا مش قصدي يا دولا، دي كانت فكره طايشه يا دولا وربنا انا اسف. ماشي بعدين ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحه واكسب بالدولار، ما هو بقى ب4 جنيه دلوقتي. الدولار ب4 جنيه؟ شفت علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر؟ اصبر ده انا هفرجك. اشرب ال4 جنيه دي. حطيت كل رأس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات. فتلفون. يعني ايه موبايلات ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجه؟ ولا ليا اي علاقه بيهم. كده يبقى انت بره الليسته يا سيدي. لستة ايه؟ لسته كده اهو مش هتفهمها. وريني صوابعك. اتفضل. والتاني. اتفضل. والتالت. ماشي. كله بقى. ماشي. هات يلا اتكل على الله. ايه الورقه دي؟ ايه اللي وسخها كده؟ المحضر يا دولا. لا ارميه كده. الخطه دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وملهاش لازمه بقى. الخطه دي شكرا. ملهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. الخطه 155. قشطه يا دولا يا كبير، قشطه يا دولا. مش وقتك خالص يا معلم مسطوره، لسه ما بعتش حاجه. وعندك 2 قهوة زيادة، فنجان مع 1 عناب. ولا رمزي يا دولا الواد حته صبي القهوه. يالا انا شاكك فيه، شكله سهن كده وهادي، ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه، وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحه جديده. حته تعالى يا حته، عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل، امورنا غالي. اقعد يا حته اقعد. والنبي يا باشا الله يكرمك، ده انا جسمي تعبان وهمدان من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدان من صباحيه ربنا، اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا، نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حته، لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دولا. ولا راضي. يلا راضي. الله عليك يا راضي.
قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا، لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انت يا حته انت قول. جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دبل يا باشا. سيبني عليه بقى يا دوله، سيبني عليه. اهدى يا رمزي. حته من اين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ ايوه شكرا على الترجمه، شكرا. ها رد. الفلوس يعني لا مؤاخذه يا باشا، بقى النهارده انا ايه مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعه اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعة ايه يا عمونا؟ الماسوره العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى قصدوني النهارده ان انا امسح لهم المحلات. سبوبه وجات لي يا استاذ عادل، حاول لا يعني. سبوبه وجات لك تمسح محلات الشارع كله؟ على مين؟ على مين؟ خط ده خطك يا ده حته. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش. ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لم لي كل البطايق الناس اللي في القهوه هنا، واقف في الباب بتاع القهوه. ماشي يا دوله. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير ماشي. هتتقفش يعني هتتقفش. بس محدش يخرج من هنا. بطايق كانت اهو يا بطايق. مالك مرتبك كده ليه؟ مالك زي ما يكون مخبي حاجه كده. مخبي ايه وانا عندي ايه اخبيه؟ يعني ما عنديش اي حاجه اخبيها لعلمك يعني. بص يا عادل، انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الواسعه في السايكولوجي والاستروبولوجي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظره واحده بيفكر في ايه. يا سلام. طب انا بفكر في ايه؟ هو انت طبعا متوتر شويه، بس الاكيد المؤكد اللي انا واثقه فيه ان انت بالتاكيد واكل ملوخيه النهارده. يا سلام. طب ما انت اللي طابخه النهارده الملوخيه. بص يا عادل بقى، بصراحه بقى كده يعني انا انت ايه يا هانم؟ انا متضايقه جدا من قرار بتاع مشروع الستاير اللي انت خدته ده. وبعدين؟ مش بس كده، انا متضايقه انك خدت القرار المصيري ده من غير ما تاخد رايي فيه ولا تقولي اي حاجه، وقررت من دماغي كده ان انا اوقفه وباي ثمن. يا سلام. توقفي ده وباي ثمن؟ رحت انت طبعا يا هانم، طلعت على البازار وسرقت البضاعه اللي فيه عشان تثبتي بس وجهه نظرك الدنيئه يا رانيا. يا ابني اللي انت بتقوله ده ايه الخطرافه دي؟ لا طبعا مش مظبوط، عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوز حد انه يعمل حاجه مجرد ان انا غمض عيني قوي كده، غمضت عيني قوي وفكرت ان هو لازم يعمل الحاجه الفلانيه ويمشيها على عجين مش يلخبطه، ده فعلا اللي بيحصل. حتى شوف عادل. يا نهار اسود، ايه ده؟ انا خفيت جوزي. ايوه. اهلا معلم مسطوره، ازيك؟ ايه انت فين يا باشمهندس؟ انا قلب عليك الدنيا من الصبح. معلش يعني يا معلم مسطوره، انا صراحه لسه ما بعتش البضاعه، وبعدين احنا اتفقنا اما ابيع هحاسبك يعني. وهتبيع ازاي اذا كان المحل مقفول والبضاعه مش موجوده فيه؟ ايه ده؟ انت عرفت؟ ما انا يا باشمهندس كاتب لك في الكارت، كاتبهولك. كاتب في كارت؟ انت اللي كاتب اللي هو البضاعه عندي؟ يا باشمهندس انا رحت اشقر عليك في المنطقه، لقيت الدنيا غرقانه ميه والبضاعه هتبوظ، رحت واخد البضاعه عندي وكاتب لك في الكارت، وقلت انت اكيد راجل نور وهتفهم. نور؟ يا نهار ابيض، منك لله يا عم مسطوره. طب استر عليا. اهلا، ازيك يا كمال؟ ولا يهمك، اتفضل. قول لي بقى ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه، لان انا مستعجل جدا وعايز اروح على البازار. فاكر عدول ايام الجامعه؟ فاكر البت سماحه اللي كنت معجب بيها؟
كنت انت عامل فيها ان انت بقى محترم قدامها، ورحت انا جاي من ورا ومركب لك ديل. بس كان موقف ظريف. ست عرفني احب اضحك واضحك اللي حواليا. ايه يا عم انت داخل سخن عليا ليه؟ ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشيه معاك الاول، وانا بقى اللي جيت من وراك ورحت فقعها قصيده فراحت سابتك ومشيت معايا. كان موقف ظريف جدا صراحه يعني. لا بس اقول لك انا بقى اللي اظرف منه ان سماح دي كانت ماشيه مع الدفعه كلها، وانت الوحيد اللي ما كنتش تعرف، والدفعه كلها عماله تضحك. وايه يعني هي الدفعه كلها قد ايه يعني؟ وبعدين انت ما قلتليش ليه؟ قلت اسيبك حكمان احب اشمت وشمت اللي حواليا. يعني انت جايبني بعد الفتره الزمنيه دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده؟ انا ماشي انا لا ماشي. لا لا هقول لك عادل، انا الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي وبقى عندي فلوس كتير ومجموعه شركات وموظفين ياما. كمان احب اكسب واكسب اللي حواليا. حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجه. انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقي اكل انا والناس اللي مسؤولين مني دول. عادل عشان خاطري استوعبني. اتفضل اخلص. ماجد ابني يا سيدي للاسف طلع نسخه مني بالظبط، نفس طباعي. يا نهار اسوح يا عيني، ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو. كل سنه بيسقط في المدرسه، بقاله 5 سنين يا عدوله بيسقط سقوط متواصل. ياه، ما جلاش ولا سنه ونجح مثلا؟ مصر يا سيدي يعكر صفو حياتي، كل ما انجح انا في صفقه يسقط هو سنه. طيب ما تسقط انت في صفقه عشان ينجح هو سنه؟ عملت كل المحاولات، سقطت في ان انا انجحه، في الاخر بقى رحت جايبه المكتب. قلت له اسمع يا ولد يا ماجد، انت لا ليك لا في شهاده ولا في تعليم، انت لازم تبتدي من اول السلم، من الصفر، من تحت الصفر كمان، تتعلم شغلانه صغيره كده فقيره عشان تشوف الناس الزباله بتشتغل ازاي. صح، برضو الاب لازم يربي ابنه. قلت بقى مفيش غيرك اعاقب ماجد بيه واجيبه لك تمرمطه. انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتذم فيا، لكن المهم ايه المطلوب؟ مش مهم، انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله. يا سلام، معقول يا عم كمال؟ ده يوم المنى، اعتبرني كاني بعاملك انت بالظبط. مرمطه. منور يا عم كمال. هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمال واتكل انت على روح على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دوله سيب لي انا بقى الواد ده اوديكوا على 1.5 رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط تسكت. انت ايوه انت يا بسلوبيت، تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها. حكم انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام، تعال. ما صدقت شفت الفلوس خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ شوف بحسب. وانت يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم اقف يالا، والاكل اللي احنا بناكله هتطفح معانا منه. ليه بس يا دوله كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. انا مش موكلك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده يا دوله؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دوله. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار ده فيه تسلسل وظيفي. يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيره اللي هو الحيوان ده. ايه ده يا دوله؟ انا مساعد الراس الكبيره؟ ايه يعني الودن مثلا؟ ايوه يالا، انت الودن يالا، انت ودني. يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجه تيجي تقول له على طول. ماشي يا دوله، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياض؟ هنا اهو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياض، طلع ايدك من جيبك. انت بقى هنا اهو وظيفتك المرمطون، الصبي الصغير بليه، يعني نبعتك مشاوير زباله، تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غيرها. هنمرمطك. ايوه يا دوله، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10. هنمرمطك. طيب انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه يالا؟ لا ده انا هبطلك. طلع ايدك من جيبك كده بدل ما ابهدلك. على فكره يمكن عادل حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح خالص. الواد اراك يا دوله. بس يا حيوان
انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي؟ نعم يا دوله. اتكل على الله، يلا روح هات العفريته اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دوله حاضر. دوله على فكره الطاقيه اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها يا دوله على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط. اديله القميص يا لا دوله على فكره بقى بعد ما اخاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريته ابقى اديله البنطلون يا ماشي يا دوله. يلا نجر قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مره واحده هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما اقعد افهم في مين. يلا قدامي بقى. غبي يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه، ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايزه الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى، علشان انا من كتر الحاجات الوحشه اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل، وانا اقول الاكل طعمه جليسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايزه مرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايزه حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه، واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. يسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل بقول لك ايه، اوعى تنسى ان تصور لي عقد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي بنقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله مش دي نقابتي، ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل، قلم، منقله كده يعني. صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي هخلي الصبي الجديد يصورهولك. ماشي حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد، همرمطه. بتاكل يالا، ده هتعمل لي فيها بتتكسر. بصراحه يا ماجد باشا يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل 100 ده انا حاسس ان هيجي لي تسمم من كتر نظافته. ده من مطعم السويس؟ ايه ده؟ يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل حبيبي انت يا كبير ارص لك حجر. لا انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي انا هلم بقى الاكل وسايق عليك النبي يا ماجد باشا يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم، علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا بصراحه. عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني قول يا حبيبي. بتبيعني يا واطي بغدوه؟ على فكره دول ما تظلمنيش، دي مش غدوه ده فطار. يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي حسابك معايا بعدين. ان ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي، اوعى من قدامي. وانت بقى يا ابن الوزع اللي عامل لي فيها عوام، ايه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف يا وانا بكلمك يا. ايه مالك؟ سوري تف اللي بالي اللي في بقك دي يا وانت بتكلمني. تفتها؟ افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا معسل. يا عسل معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبيه دي هتروح تعملها لي كلها، وبعد ما تخلص الطلبيه هتروح لهم على البيت عندي. شوف عايزين طلبات تانية تعملها. بعد ما تخلصها تجيلي على البازار عشان هتسيق البازار وتنضفه، وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم مسيقه ومنضفه، واقوم انا مطربه لك تقوم انت مسيقه ومطربه. خلاص اوكي. عايز حاجه تاني؟ باي. ايه الواد ده؟ تجنن العربيه دي يا مامي تجنن. يا اختي قولي لجوزك يجيبها لك. يوه خليكوا حنينين عليه شويه. النبي هو بيجيب حاجه.
هاي. منزل عادل سعيد؟ انت مين؟ انا ماجد، بشتغل عنده جديد في البازار. جبت الطلبات؟ تعالوا. حطوها هنا. خد انت وصاحبك، استنوني تحت في العربيه عشان انا سايبها مفتوحه. شكرا يا باشا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك. تعرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه؟ ده مديني 30 جنيه، انا جايب الحاجات البسيطه دي ب 1000 جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ايه ده؟ دي حاجات نظيفه قوي واكتر بكتير من اللي انا طلبته. طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جبته؟ بالنسبه للكريم اللي حضرتك طالباه، هو يعني سوري شويه ممكن يبوظ لك بشرتك، بس انا جبت لك الكريم اللي ماما بتستخدمه، كريم سويسري هايل. اهو يا مامي. مش معقول انت جبت الكريم ده؟ هو موجود في مصر؟ ده ثمنه 200 باوند. مفيش حاجه تكتر على جمال بشره حضرتك. اهو. قول لي يا ابني، جبت لي التحاليل؟ التحاليل فيها مشكله شويه. ليه؟ انا عندي حاجه؟ لا ما عندكيش اي حاجه، التحاليل ما بتقولش حاجه، وبعدين ده مكان تروحي تعملي فيه تحاليل، ده مكان لو كلاس. بصي انا بكره هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصصي بتاعت ابو واحد صاحبي، مستشفى اي كلاس، تعملي تشيك اب على كل حاجه. ربنا يخليك يا ابني يا حبيبي، انت باين عليك محترم. ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كمال زهران هو السبب. هو انت ابن كمال زهران اللي كان مع عادل في الكليه؟ مع الاسف. انت باين لذيذ يا ابوك. يولكم. بقول لك ايه، اوعى تكون نسيت صوالي العقد بتاع الشقه. سوري، انت كنت عايزه صوره العقد ليه؟ عشان اجيب شقه في نقابه المعلمين. اوكي خلاص، اخلي المستشار القانوني بتاعي يقعد معاكي يخلص لك كل الكلام ده بدل الدوشه. بجد؟ انت مرتبط؟ هو انت ناوي تعمل ايه مع عادل؟ على فكرة انت صعبان عليا قوي. عادل اي دونت كير. ازاي وانت تحت رحمته؟ هو دلوقتي اللي تحت رحمتي، انا خلاص كسبت كل الناس في صفي، يعني هو مش هيعرف يعمل معايا اي حاجه. ده قرفنا انا كمان، رايحه فين وجايه منين وهتلبسي ايه؟ اوف، حاجه تقرف. يا مجودة يا قمر، الليمون اللي انت بتحبه. ميرسي يا طنط. اتفضل. مجمج، تحب اعمل لك شاي فريسكا ولا شاي بالنعناع؟ سوري؟ نعناع ولا فريسكا؟ بعد شويه. اوكي. عارف احلى حاجه فينا انا وانت ايه؟ ايه يا طنط؟ طنط في عينك، بيني وبينك فرق سنتين. سنتين؟ طبعا. لا طبعا، يومين. يا حبيبي يا حبيبي. طب انت عارف بقى ايه؟ انا اسمي مجيده وانت اسمك ماجد، يعني ممكن ندلع بعضينا ونقول على بعض مجاميجو. مجاميجو. حلو مجاميجو، ما عنديش اي مشكله. مجاميجو. مجوده تحب تتغدى؟ لا انا طالب دليفري لينا كلنا من المطعم السويسري. الله يخليك والله يخليك، متشكر اولا. انت ايه اللي مقعدك هنا؟ يالا اتكل على الله، روح على البازار. جميل، اوعى تقول له يلا دي حبيبي، ده اسمه ماجد وبندلعه نقول له مجاميجو. مجاميجو؟ طب قوم يا مجاميجو، اطلع على البازار يلا، عايزك سايق البازار وتنضفه وتنضف التماثيل، وهتبيت هناك مع عمك رمزي. تحت امرك. التعامل الوحش اللي انت بتعامله ليه ده؟ حرام عليك، ده ابن الناس، خليك انسان. رانيا لو سمحتي ما حدش يتدخل في شغلي. وانت كمان ما تتدخلش في شغلنا، احنا خلاص اتفقنا مع رمزي ان هو هينظف ويقفل البازار. ورمزي مبسوط جدا وطار من الفرحه. هو في ايه؟ ولا انت عامل لي فيها حمل وديع يالا، ولا يا ساقط يا فاشل. ما انت ياما كنت فاشل وبتطلع بملاحق قد كده وبتقرفنا بيها طول الصيف. دي كانت سياسة في النجاح، لأن أنا ما كانش ينفع يعني أمتحن كل المواد مع بعض، كنت بقسمهم بقى مواد في الصيف ومواد في الشتاء، لأن دايما كده في مواد صيفي ومواد شتوي. ليه؟ هي هدوم. بس مالكيش دعوة أنت. منزل الأستاذ ماجد زهران؟ منزل الأستاذ ماجد زهران ده بيت أنا حضرتك، بيت الأستاذ عادل سعيد. الحساب 700 جنيه يا فندم. ماجد اتكلم يقول الحساب. الحساب كام؟
بيقول 700 جنيه بقى. ايه ده 700 جنيه بس؟ رانيا يلا بسرعه قومي حضري السفره، الاكل جه. ماجد هو جاب لي الباستا اللي قلت لي عليها؟ باسطه؟ الله يرحم القعده اللي على الباسطه. ماجد ام علي يا ماجد. ما تقلقيش يا حبيبتي كله جه يا ماما. ماما انتوا اتبنيتوا الواد ده ولا ايه؟ مجاميجو تحب اعمل لك كراب سوزات؟ ميرسي يا حبيبي ميرسي. طب كل رانيا حطي لي سلطه، حطي لي سلطه. ايوه حطي كمان معلقتين. حطي بقى من الطماطم، حطي من الطماطم. انت عارف ايه يا ماجد؟ السلطه مفيده جدا جدا للانسان، لازم على طول الوقت تفضل تاكل سلطه. بالهنا والشفا. طيب ماما حطي لي سلطه لو سمحتي يا ماما. على فكره يا مجهوده، المستشفى اللي احنا رحناها ولا فندق 8 نجوم. طب سناء سيبك من السلطه خالص. سناء حطي لي حته فرخه بقى في طبق كده لو سمحتي. ما تحط لنفسك، وانت ما فاكش ايدين ولا ايه واحنا شغالين عندك؟ ماجد تحب اقوم اعمل لك الشاي بالنعناع اللي انت بتحبه عشان تحبس بيه على طول بعد الاكل؟ اوكي يلا اللقمه الحلوه دي داخله المطار، افتح بقك يا كده يا جمل. عارف يا ماجد انا اكلت اللازانيا دي قبل كده في اسكندريه، بس طبعا ما كانتش بالطعامه دي. وانت ايه اللي وداكي اسكندريه؟ يعني وريني اللازانيا اللي بتقولوا على فكره بقى يا ماجد باشا، انا سيقت التماثيل النهارده ومسحت البازار زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. اكل بقى لقمه؟ كل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. طب كل يا حبيبي. ايوه بس انا ما اكلتش يعني، وبعدين انا جاي قبل رمزي، انا اساسا صاحب البيت هنا وبصوا بيوقع العيش حضرتك يعني، انا جاي قبل رمزي. هيلب يور سيلف. وبعدين يعني نيجي نحط لك اللقم في بقك؟ لا ما تحطليش اللقم في بقك. طيب انا مش هاكل، ها؟ وهخش انام. انا مش هاكل. لا كفايه. اخش انام. انا مش هاكل. يا عم صدعتنا لما تدخل تنام. يا سلام، عامل لي مجتهد وقاعد بتذاكر عشان ما تشتغلش يد. على فكره انا هبتدي ارجع المدرسه من بكره وهجي لك البازار بالليل بس. اعمل لي فيها مكافح بقى، مذاكره يد عليا انا ياض وانا ابوك. في ايه؟ انا بجد عاوز ارجع المدرسه. عايز ترجع المدرسه عشان تعبت من الشغل اللي انا بديهولك طول الوقت وعايز تروح بيتكو. بيتنا اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، انا لما بروح هناك مفيش حد بيفرح لي ومفيش حد بيحس بيا، لكن انا عندكم هنا لو عملت اي حاجه حلوه الكل بيفرح لي، فاكيد لو رجعت المدرسه كلكم هتفرحوا. طنط مجيده وطنط انعام ورانيا ونجلاء وياسمين ورمزي. انت قلت كل الاسماء يعني حتى ده وما قلتش اسمي، يعني انا مش هفرح لك يعني ولا ايه؟ بالعكس يا انكل، حضرتك طيب جدا وانا بحبك قوي. على فكره بقى انا كان نفسي بابا يبقى زيك، يهتم باسرته كده. طب يا ماجد انت بتثق فيا؟ جدا. خلاص سيبني انا اتصرف. مالكش دعوه. شوفي رمزي اخر حاجه عملها ايه لما كان في البازار. مساء الخير. اهلا يا كمال. مساء النور يا بابا. ايه يا ماجد مش هتروح ولا ايه؟ والله هو انا عاوز اقعد عند انكل عادل لو هو يعني ما عندوش مانع. طبعا ما عنديش مانع يا حبيبي، البيت ده زي بيت بابا بالظبط، عايز تقعد اهلا وسهلا، عايز تمشي براحتك طبعا. بيت ايه ده اللي زي بيت بابا؟ ده زحمه قوي، وبعدين انا حاسه ان انا حرانه هتخنق. ايوه ما حضرتك حرانه يعني من الفروه اللي انت لابساها بتاعت الثعلب دي، مش خايفه حد يصطادك في السكه. حضرتك اللي موجود ده ما هواش حر، ده اسمه دفء عائلي. خلاص يا حبيبي، وانا هجيب لك دفايه كهربائيه. يا جماعه انتوا مش فاهمين، بابا حضرتك طول الوقت مش فاضيلي، طول الوقت عندك شغل، وانت يا ماما طول الوقت بتشتي في سويسرا ومش طايقه نفسك ومش طايقه الهدوم اللي عليكي، هتطيقين ازاي؟ هنظم بيني وبينك وبين الشغل زي ما عادل قال. وانا كمان هعمل زي ما رمزي قال لي بالظبط، هصيف بدل ما شتي، وبكده ابقى وفرت وقت كتير قوي ونبقى نصيف مع بعضين. والله اذا كان كده بس انا موافق اجي معاكم، بس على شرط لو رجعتوا تاني انا هرجع اعيش مع انكل عادل. صح؟ طبعا يا حبيبي تنور في اي وقت، البيت بيتك يعني، وبعدين انا احب اقعد واقعد اللي حواليا. ماجد اوعى تنسى تيجي يوم اجازتك عشان ازعل منك. ماجاميجو don't forget to call me on the telephone.
شات بقى يا ماجد. ها ماجد، انا بجد نفسي اخلف ولد اسمه ماجد. ام ماجد لسه قايلك من شويه البيت زحمه وحر ومش مستحمل ماجد تاني. ماجد باشا، انا هستناك بقى بكره على الغدا. ها، مش عايز اكل كشري تاني، نفسي في بيتزا حجم وسط لارج يعني. بس يلا بطل فضايح بقى. كمان يعني الحمد لله انا كنت قد المسؤوليه وقدرت اربي لك ابنك. يا ريت انت بقى تاخد بالك منه كويس قوي. وعموما انا عشان راجل متربي فربيته واحب اربي اللي حواليا، لكن لو قليت ادبك هبوظهولك وابوظ اللي حواليا.